السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد واللي غنتطرقوا فيه لمباراة المنتخب المغربي ضد البرازيل. وكذلك غادي نهضروا على طريق سكيتيوي والتشكيلة النهائية اللي غيشارك بها في البطولة العربية. المباراة كما سبق وناقشنا قبل كانت صعيبة بزاف، والصراحة راه المنتخب البرازيلي كان واقف مزيان في التيران ولاعبيه كيمتازوا بتقنيات فنية كبيرة، الشي اللي خلاهم يمتلكوا وسط الميدان، وحنا كنعرفوا بأن الوسط هو مفتاح الفوز في أغلب المباريات. فمبروك للفريق البرازيلي تأهلهم لمباراة النصف. ونجيو دابا للنخبة الوطنية، وأنا هنا ما غاديش نلوم اللاعبين، أولا لأنهم قدموا كل ما عندهم وداروا اللي بجهدهم، وكان كيبان إصرارهم على تكملة المشوار إلى النهاية. وثانيا ما نساوش بلي هاد الفئة راه مازال كتعلم ومازال ما اكتسبتش هذيك المناعة اللي كانت عند منتخب الشبان اللي فاز بكأس العالم، وهي اللاعب في أعلى مستوى واللي بانت عند جسيم والزبيري ومعمى وباقي اللاعبين. ثالثا هاد المنتخب بالضبط قوته كتبان ملي كيلعب مهاجم كما كان ضد كاليدونيا أمريكا ومالي، اما ملي كيلعب مدافع فكتنقص القوه ديالو بسبب بعض الاخطاء اللي كانت في الدفاع واللي سبق وشرنا ليها في الفيديو الاخير، وقلنا باللي باها خصو ينبه اللاعبين باش يتجنبوها. ورغم توقف حلم الكأس في الربع فبرافو لهاد اللاعبين واللي خلاونا نعيشوا لحظات جميله بزاف، وانا متاكد انهم غادي يزيدوا يخدموا وغادي نشوفوا بزاف منهم في فئه 20 و 23 سنه. وندوزو دابا للسي طريق المقبل على البطولة العربية في قطر. بطولة غادي تكون صعبة ومشوقة وناجحة 100%. طريق اللي قال بأنه وجد صعوبة كبيرة في تحديد اللائحة النهائية، وهذا راجع للخزان الكبير ديال اللاعبين اللي ولا كيتوفر عليه المنتخب المغربي، وراجع أيضا للطريقة اللي كيشتغل بها سكيتيوي، وراه هو اللي صعب على راسو هاد المهمة حيت قدر يجمع لينا جوج منتخبات ماشي غير واحد. والصراحة هاد السيد كيشتغل بمهنية كبيرة بزاف وراسو عامر، وزيد راه ما عندوش مع العاطفة، وبالتالي راه اللي كيستاهل هو اللي كيلعب في الماتش. وكذلك كيميل اللاعب الهجومي وكيعرف يخرج لينا التشكيلة اللي كتماركي بزاف، وهذا الشي راه بان في الأولمبيات وفي الشان. فكنتمناو النجاح لطريق في هذه البطولة ويجيب لينا الكاس من قطر إن شاء الله.